من ذلك فإن غنيم لا يدعو بأفاعٍ في القبور لشعبه المصري فحسب، بل يستضيف في قناته من يسخر منه، راجيا المصريين أن يسمعوا رسالته. هذه رسالة حاب أوجهها لأهلنا وحبايبنا في مصر من أخوكم عبد العزيز الأنصاري من دولة قطر. لما أنا كان عندي المواطن المصري حاجة فوق، دلوقتي المواطن المصري صار عندنا ما يسواش حاجة. ليش؟ إنها لغة غنيم البذيئة نفسها بحق المصريين، بسبب إعلامكم، بسبب مجموعة من للأسف وقوادين يتحكمون في الإعلام المصري، وكل ذلك لأنهم رفضوا حكم الإخوان. وللأسف لما الله سبحانه وتعالى بعث لكم نعمة بأن قمتم بثورة 25 يناير، الآن رجعتوا مرة ثانية ورجعتوا العسكر. يعني أنا ما مصدق، أنا يعني ما أعرفش يعني والله مش مصدق. عليكم أن تفعلوا شيئا ما أيها المصريين، فعبد العزيز الأنصاري غير مصدق ما فعلتم، لا بل أنه أخرج كل عليائه. ولكن الآن المصري ترك بلده، سمكري، عامل مجاري، صبي قهوة، بدأ يشتغل في أعمال منحطة جدا للأسف. يعني للأسف السمكري وعامل المقهى أعمال منحطة جدا؟ يا للأخلاق الإخوانية فعلا التي تدعي الإسلام.